السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خوتي خواتاتي عندي في القناة. إذا كانت هذه الزيارة الأولى ديالكم كنتمنى الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد في قناة آلاء نرجس. إن شاء الله فيديو اليوم يلقاكم بصحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير. الحمد لله على هذا الاشتواء اللي عطاها لنا سيدي ربي، نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم بواحد الفلون اللي هو اقتصادي فيه جوج المكونات فقط، اقتصادي بمعنى الكلمة، والفاكهة ديالو متواجدة الحمد لله على خيرات البلاد، متواجدة بكمية كبيرة وبثمن قليل معقول، يعني كل واحد يقد ياخده في متناول الجميع. هذا فلون ديال الكاكي كيجي زوين وعاقد، وبالنسبه للناس اللي ما كتبغيش تاكل الفاكهه هكا طريه ممكن ديروا فلون. والله البنات صدقوني حتى كيجي رائع رائع ولذيذ، والمذاق ديالو يا سلام. نتمنى تجربوه وما تبخلوش عليا بالاشتراك ديالكم وبالتعليقات الزوينه اللي كتحفزني انني نزيد القدام. فعلا تعطلت ما حطيتش فيديو شحال هذا، ولكن الظروف كانت قاسيه خارجه على الاراده ديالي. الحمد لله رجعت معكم، وان شاء الله نكونوا يد واحده. وشكرا للناس اللي مسانداني وواقفه معايا ديما وكي يدعموني انني نزيد القدام ونعطي ونكون معكم اسره واحده ان شاء الله. هذا هو الفلون ديالنا ديال اليوم. نخليكم مع الفيديو وان شاء الله يعجبكم وتجربوه، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حشتي هنا الجوج ديال الكاكي صغارين، الا كانت عندكم وحده كبيره ممكن تستغلوها وتخدموا بها. وهنا نص لتر ديال الحليب اللي هو بارد ما طايبش، كيف شريته من الحانوت خويته في القرعه غادي نخدم به هكاك. بالنسبه للسكر كيبقى اختياري كل واحد وعلى حساب اللي بغى. انا ما بغيتوش حلو يعني لان الكاكي اصلا تيكون حلو، غادي نخليه هكا، واللي بغى يزيد السكر ممكن يزيد السكر. هذا هو الكاكي ديالي بعد ما قرطته. دابا غادي نجيب مولينكس باش نطحنو هو والحليب. غادي نخوي الحليب كيف ما قلت لكم البنات خصو يبقى بارد، ما يفيتش ما يطيبش ما يسخنش، كيف ما تجيبيه من الحانوت ديريه نيشان. غادي نديروه هكاك ما كيطيبش هذا الفلون وكيوجد دغيا وصحي 100%. دابا غادي نزيد عليه داك الكاكي ديالنا. خاصو البنات يكون طايب مزيان، الا كان ما طايبش غادي يطلق، ما غاديش يجبن معكم وما غاديش يطلق مزيان. اللهم خذوه يكون طايب. بعد ما درت كلشي غادي نديرهم نطحنهم ونرجع معكم. هنا بعد ما طحنت الكاكي ديالي مع الحليب كيف ما قلت لكم، اللي بغى يزيد السكر يزيدو، اللي ما بغاش يزيدو، داكشي كيبقى اختياري. انا بالنسبه لي تيكون حلو ما يمكنليش غنزيد حلاوه على حلاوه، كنخليه هكاك. جبت هاد الكيسان اللي غادي نخوي فيهم الكاكي ديالي، وكل واحد كاين اللي بغى يدير زلايف، اللي بغى يدير كيسان كبار ديال العصير. انا هادو بالنسبه ليا تيعجبوني الفلون. دابا غادي نخوي معكم كيف ما شفتوا تيجي عاقد شاد راسو بلا فلون كيشد راسو، وحاجه اللي كناكلوها كتكون صحيه ممتازه للجسم مفيده بزاف
فاكهه، علاش ما نستغلوهاش في شي حاجه اللي كتغير للوليدات، وصدقوني كيبغيوها الناس الكبار اكثر من اللي كيبغيوها الدراري الصغار. ممكن تضاعفوا الكميه الا كنتو تبارك الله عائله كبيره. حنا بالنسبه لينا عائله صغيره، هادو كافيني تبارك الله. كيف ما شفتوا هنا ساليتهم، عمرت الكيسان ديالي. دابا غادي ندخلهم للثلاجه، اولا دابا الحال بارد ممكن تخليوهم على برا، هو دغيا تيعقد ودغيا كيتجمع. انا غادي ندخلهم للثلاجه واحد المده ديال 3 سوايع حتى 4 سوايع. الا بغيتوه للغدا ممكن ديروه في الصباح منين تفيقوا مع الفطور، ديروه يلاه يوجد لكم مع الغدا. بغيتوه للعشاء ممكن ديروه في الظهر وتاكلوه في العشاء ان شاء الله. دابا انا غادي ندخلهم للثلاجه وغادي نخليهم تقريبا واحد 3 حتى 4 سوايع. هنا رجعت لكم البنات بعد ما دازت واحد 3 سوايع تقريبا. كيف ما تشوفوا فلون ديالي ها هو عاقد واجد، ما كياخدش بزاف ديال الوقت. ودغيا كيعقد بلا مواد حافظه بلا حتى شي حاجه. دابا غادي نقلبو معاكم في الطباصل وهانتوما معايا. كيف ما كتشوفوا البنات انا غادي نقلبهم في الطباصل، ولكن قبل ما نقلبهم شوفوا كيفاش كيبقى عاقد، يعني كيلصق في الكيسان بلا فلون بلا حتى شي حاجه. هو راسو كيجمد لان الماده اللي في الكاكي كتخليه انه يجمد ويكون قاصح. والله البنات ما خداش معايا بزاف ديال الوقت، وكيف ما شفتوا انه تيبقى لاصق عاقد. انا تعمدت انني نحطو في الطباصل قدامكم باش تشوفوا كيفاش كيخرج وكيفاش تيبقى شاد في الكيسان. ان شاء الله تجربوه وما غاديش تندموا عليه، وكوجبه بالعشاء زوينه زوينه بزاف. هنا بعد ما قلبتهم انا ما خليتوش عقد بزاف، دغيا زربت عليه. انا بغيتو نحطو في العشاء للبنات، كنتمنى يعجبكم. دابا غادي ندوز للتزيين ديالو ونرجع معكم. هنا نكون وصلت معكم لنهاية الفيديو ديالي. كيف ما كتشوفوا هذا هو الفلون اللي صايبت. ممكن انكم تزيدوا له اضافات كشكلاط او لا تزيدوا له كراميل من التحت. انا اكتفيت به طبيعي هكا لانها بصراحة اول تجربة، وكانت تجربة اللي اعطتني بزاف ديال الحوايج استفدت منهم. اننا ممكن ناخذ من الكيوي كفلون رائع زوين بالنسبه للناس اللي ما كتبغيش تاكل هاد الفاكهه طريه هكا، ممكن انها ديرها فلون، علاش لا. ان شاء الله فيديو اليوم يلقاكم بصحه جيده، وانا شاركت معكم الفلون اللي اول مره في صراحه الله كنشاركو، ولكن كانت تجربه اللي رائعه وصدقات معايا وعجبات الكبير قبل من الصغير. ان شاء الله تجربوه. اكتفيت بالتزيين ديالو هكا، وانتم ممكن تزيدوا له اي اضافات. ان شاء الله دعموني وما تنسونيش من التعليقات ديالكم الزوينه 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 بزاف، اللي كتحفزني وكتخليني انني نشارك معكم الكبيره والصغيره. كيف ما تشوفوا هنا انا تعمدت انني نهز معلقه منه باش تشوفوه كيفاش تيجي عاقد، تيجي واقف بحال زدنا له فلون، ولكن هو محضر بجوج مكونات فقط. نتمنى تجربوه وتردوا عليا وما تبخلوش عليا باللايك ديالكم، وما تنساوش انكم تضغطوا زر الاشتراك وتفعيل الجرس. وشكرا للناس اللي معايا ديما ديما وكتساندني وكتشجعني، راكم خوتي وعزاز. ان شاء الله نبقاو يد واحده وتهلاو، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.